كل واحد جواه قوة روحية لما يكون عنده إرادة تطلع. فاكرين الفيلم ده لما كان الراجل بيقول لمحمد هنيدي كل واحد جواه قوة؟ دي حقيقة على فكرة. أنا اختبرت الموضوع دوت. كنت بدي درس البنت كان عندها مشكلة في الفك والإيدين، يعني كانت من ذوي الهمم يعني، وبنت جميلة جدا وقمر وشاطرة، بس مشكلة في عندها وضع طبي حرج، وانا ببقى صعبانين عليا قوي، ما بعرفش اديهم دروس. لما رحت للبنت دي اول مره قعدت شفت المنظر صعبت عليا جدا ومش عارف اكمل الحصه، فغمضت عيني كده وصليت لربنا وقلت له يا رب ساعدني عشان اقدر اديها معلومه من غير ما يكون نفسيا انا متاثر. وفعلا الحقيقه ربنا ساعدني جدا، والبنت استجابت جدا وقدروا يعملوا لها ميرج بقى مع الفصل الطبيعي وتحسنت جدا في الماث، وجالي خير من ورا البنت دي مش طبيعي. كل الناس اللي شافوها اتحسنت في الماث قالوا مين المدرس اللي قدر يغير اتيتيودها واتجاهها ناحيه العلم الماث بالذات بالطريقه دي برغم ظروفها الصحيه. فربنا باركني، ولما قررت اضحي براحتي في الحاجات دي او اتغلب على الصعوبات دي ربنا باركني جدا، وجالي دروس كتيره جدا من ورا البنت. ادعوكم محدش يستقل بانك انت تعمل خير بالمنظر ده، ودي حاجه قويه جدا في حياتنا. كنت معاكم مستر ايمن.